الاهلي والمقاولين. الاهلي بدأ اللقاء ب 4-3-3. شوبير في حراسة المرمى، قدام قلبين دفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، على اليمين هاني وعلى الشمال كريم الدبيس، قدام اللاعب ارتكاز على الدايره كوكا، على يمينه وشماله وبيتبادلوا المراكز احيانا امام عاشور وقفشه، قدامهم اتنين، على اليمين طاهر، على الشمال عبد القادر، تحت مهاجم صريح موديست. كولر بيقرر إراحة الأساسيين، ونتيجة لكده بنلاقي 9 لعيبة متغيرين عن آخر تشكيلة اللي بدأت قدام صن داونز. عرفنا قبل كده شكل المقاولين، نازل ب5 ورا ومتمركز في نص ملعبه ومضيق مساحات اللعب، والنتيجة لكده الأهلي نازل ومن أول دقيقة شغال على الأطراف. هنبدأ تحضير اللعب من ورا وعلى طول على طرف من الطرفين، وده طبيعي في مواجهة الفرق المتكتلة بالشكل ده واللي بيبقى صعب تخترقها من العمق. نقطة كمان بالنسبة للأهلي، كان دايما اللعيبة سلم وتحرك سلم وتحرك مع علامة مركزية عشان يخلقوا المساحات مع الباص السريع من رجل لرجل. الأهلي أفضل على أرض الملعب، تحركاته كلها كانت عن طريق العرضيات من الطرفين، لكن كانت من غير خطورة حقيقية على مرمى المقاولين، واللي كان من ضمن أسبابها موديست اللي لسه مش فورمة. ومن مرتدة سريعة بين طاهر وقفشة بيخترقوا دفاع المقاولين عشان يتقدم الأهلي بالهدف الأول قبل نهاية الشوط. الشوط تاني بادئ سريع بفرصتين لعبد القادر، لكن دايما عبد القادر شغال فردي بس على الرغم انه بعيد عن الملعب، عشان كده كان طبيعي خروجه ونزول كريم فؤاد بالاضافه لنزول ديانج مكان قفشه. ومع نزول ديانج بتتحول الطريقه ل 4-2-3-1 بديانج وكوكا على الدايره وقدامهم امام في القلب تحت موديست. مع مرور الوقت رتم الماتش بيقل، الاهلي شبه بيسير الماتش وبيستهلك الوقت من غير اي خطوره على مرمى المقاولين طوال الشوط الثاني، وده طبيعي مع وجود التغييرات الكتير على التشكيل. وبأقل مجهود بيزود الأهلي الهدف الثاني لمحمد هاني بعد ما طاهر دخل للعمق، واللي دايما كان بيعملها طوال الماتش عشان يفتح للاعب على الخط، وبالفعل بيفتح المساحة لإمام اللي رافع عينه وبيريحها لهاني اللي كان بدأ الهجمة من الأول. بعد جول هاني بتترد الكرة بهاند بول على ديانج وضرب جزاء للمقاولين عشان يقلل الفرق ويعفرط الكام دقيقة الباقيين من الماتش، بس في الآخر بينتهي الماتش بفوز الأهلي.